العطر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بل الحمى والوطن، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. نحبها من روحنا ونفتديها بالعزيز الأكرم، من عمرنا وجهدنا، من عمرنا وجهدنا. عيشوا كراما تحت ظل العالم، تحيا لنا عزيزة في الأمم. عيشوا كراما تحت ظل العالم، تحيا لنا عزيزة في الأمم. بل الحمى والوطن، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. نحبها من روحنا. مرة تانية أهلا بكم على الهواء مباشرة. في هذه الفقرة نقف مع صوت نسائي ثوري له مذاق خاص. هي شاعرة تستطيع من خلال نسج كلماتها أن تدخل بسهولة وعمق إلى قلوب وعقول متابعيها. صوت يستطيع أن يعبر بصدق عن واقع مجتمعي بكل تحدياته على كافة المستويات. ببساطة شديدة تحاول أن ترصد واقع هذا المجتمع بمتغيراته بكلمات ساحرة لا تحتاج إلى مقدمة أو مدخل حتى تلتقطها بسهولة. معنا في هذه الفقرة تجربة فريدة ولها خصوصية مختلفة نقف معها مع كما يقولون عنها الشاعرة الثورية أو نجم الشباب الثائرة الشاعرة زينب أبو النجا. أهلا بحضرتك. بس خليها أم الشباب لا شباب دلوقتي بقت كلمة، ما هو الشباب يعني أستاذة زينب مش مجرد بس بالعمر ولا المرحلة العمرية، في ناس صغيرين بس ما عندهمش حس الشباب وفي كبار عندهم حس الشباب. بالظبط. أولا أنا عايزة أرجع كده يعني ادينا حماس، فكرينا بروح الميدان أكتر اللي احنا أحيانا بنحتاجها في إن احنا نفكر بشكل إيجابي شوي، إن احنا نتوحد لمصلحة هذا البلد. نعم يا ريت. ايه اهم الملامح اللي بتتذكريها من الميدان؟ طبعا روح الميدان كانت هي الروح ال يعني انه كان ايد واحده، كان كل الايديولوجيات والقوى السياسيه كلهم كانوا كتله واحده. يعني انت عارفه حضرتك انا كنت في كفايه من سنه 2000 واشتركت طبعا في مظاهرات عن غزه وعن صيدا وقانا وعن العراق لما كانت اتقبض عليا حتى في ايام ما كانت العراق بتحتل. فانا موجوده طبعا يعني عليكي هنا في القاهره طبعا من الداخليه المصريه، داخليه حبيب العدلي. فكنت بحتف طبعا في الميدان وانا الحقيقه نافره ومستنفره دائما من الفساد ومن الواقع الاليم اللي احنا عايشينه. يعني انت بتشوفي ناس بتاكل في القمامه، في القمامه الاصح بتاعها في القمامه، وناس بتاكل بالعافيه، وناس مش لاقيه تعيش خالص. وبعدين هذا النظام السابق استولى على ثوره مصر وخدها لنفسه، لدرجه انك لو دخلتي حتى على النت وشفتي القصور بتاعت جمال في كل انحاء العالم، قصور كل قصر منها مش اكتر من ربع مليار دولار. والشعب المصري فيه، والشعب المصري بياكل من القمام نسبة كبيرة تحت خط الفقر. وانا كنت حاسه بده كشاعره، كنت حاسه بده من زمان، من قبل الثوره ب10 سنين، وانا بنتحر والله يا استاذه هبه، كنت بنتحر لانهم كانوا راصديني، التصنت على التليفونات، التصنت على البيت، كانوا تعبيني جدا جدا، وانا لا انا قادره ان انخرط مع الفساد واتنازل، ولا هم قادرين يتعدلوا. فكان كأن الدنيا ما فيهاش غير زينب ابو النجا والله العظيم. بس لما اتقبض عليكي اتقبض عليكي بتهمه ايه؟
كنت يعني التهمة بهتف كانت في إيه؟ الميدان. انك بتهتفي. طبعا. وحمدين صباحي يوميها اتقبض عليه ودخل السجن فتره بسيطه يعني. انا دخلت مثلا 4 ساعات ومشوني الحقيقه. بصي احيانا السجن حتى لو يعني فتره كبيره بيكون شرف، بيكون يعني فعلا وسام على صدر طبعا المسجون. طبعا. لكن السؤال اللي بيفرض نفسه، الثائر اللي طلع في مظاهرات قبل 25 يناير، في كتير جدا ناس طلعت في مظاهرات واحتجاجات وحركات كلها ضد الفساد، ضد مثلا يعني المأساة الاقتصادية اللي كان عايشها المجتمع المصري. الهتافات كنت بتشعريها هي اللي حصلت ايام 25 يناير، ولا كنت حاسة ان في بصي انا بركان جارف انا اكبر حضرت يعني؟ 25 يناير من يوم 25 لغايه ال 18 يوم اللي هو 11 فبراير. كنت موجوده في الميدان، وكانوا الولاد بيعملوا لي ايديهم كده، الاستجات عاليه جدا ومفيش سلالم، وانا كبيره يعني مسنه، فعشان بعرف اهتف عشان تعرفي تطلعي فيعملوا لي ايديهم كده واطلع برجلي عليها، اروح طالعه على الستيج، ويجوا ياخدوني من الستيج ده يودوني، يعني كانوا بيأجروني في الاستيجات علشان اهتف. فانا من 25 موجوده، فيما عدا ليله موقعة الجمل. يعني بيت صاحيه طبعا، ما بدخلش خيم ولا كلام من ده، كنت بروح كل يوم واروح بالليل. ففي اليوم ده بيت صاحيه يعني. وربنا يعني كان ممكن كنت مشروع شهيده يعني في اليوم ده، لو ما كنتش اعرف اجري زيهم، ولا كنت اعرف حد بطوب زيهم. كان يوم فظيع يعني طبعا. فانا كنت موجوده من يوم 25. كانت الناس كلها هتفت عند الاخوان، وهتفت عند 6 ابريل، وهتفت عند الاشتراكيين الثوريين، هتفت عند الناصريين. يعني كانوا كل دول كتله واحده، بيهتفوا حاجه، هتاف واحد، كتله واحده. كلهم بيقولوا الشعب يريد اسقاط النظام. طبعا الهتافيه دي كانت ماخوذه من تونس. لكن انا عملت، شوفي دي كلها هتافات، وكانت مراحل يعني. شوفي كل دي حاجات، دي الهتافات بتاعتي في ميدان التحرير. دي براشيم الثوره. شوفي كام براشيم الثوره، مراحل يعني، ما قبل التنحي وما بعد التنحي. طبعا من ضمن هتافاتي في البدايه مثلا، او في الاول خالص في 25 بقيت اقول له صعب تحكم تاني، صعب، الملايين دي صوت الشعب. واقول مثلا للعدلي اصحى يا عدلي مش هنسيبك، دم الشهداء بيننا وبينك. حاجات كتير يعني، حاجات كتيرة. هي كان في ابداع حقيقي داخل الميدان لكل مصري، حتى اللي مش شاعر، وحتى اللي مش فنان، وحتى كل المصريين كانوا شعراء وفنانين جايين على راكبين عربيات، يعني مش بيمشوا قاعدات، جايين على عربيات بيتجروا بيها. تخيلي يعني، ده صوت شعب كامل. اذا الناس دي حست وشمت بريحة الفساد، وما صدقت ان الثورة دي اتعملت. الشعب كله طلع، كان اكتر من على مدى 18 يوم كان اكتر من 21 مليون طلع على مستوى جمهورية مصر العربية كلها. يعني انا مرة مشيت في الميدان، كنت مروحة والله العظيم، مشيت على لحم لغاية عابدين، لغاية عابدين. تخيلي كل دول بشر يعني 3 مليون مثلا. كل يوم كان بيبقى فيه 3 مليون في الميدان. إذا ده رأي شعب كامل انتفض. وأنا كنت بقول الكلام ده من زمان. كنت بقول عندما تصبح المادة، تسمحي لي بس اتفضلي تقولي شعرا. عندما تصبح المادة، لا جملة. عندما تصبح المادة محور الأشياء تنعدم إلى جوارها كل القيم. وكنت بقصد بيها الرئيس المخلوع مبارك، لأنه هو الحقيقة كان عبد للمال، ولم يلتفت للثقافة ولا التعليم ولا الفكر، وحربوا الثقافة وحربوا التعليم وأفسدوا علينا الحياة. كل ده علشان يجمعوا مال ويجمعوا قصور، وأفسدوا كل شيء في الحياة الحقيقة. يعني أنا قلت لما أيوة المادة لها قيمة، لكن لازم يبقى جنبها الثقافة، الفكر، هو ده اعتقد هي دي المساله. يعني هي دي المساله. افسدوا كل شيء. يعني المحاكمه ليست فقط من اجل، يعني طبعا ده حاجه، ده في مقدمه يعني مطالب الثوره على قتل المتظاهرين، لكن اعتقد المحاكمه كانت مستحقه لسنوات ماضيه. حصل اقصاء وتهميش فيها للشعب المصري بافكاره والبحث العلمي والتعليم والثقافه والكثير من القضايا. الاطفال اتضربوا، الاطفال الشوارع عندنا 4 مليون اطفال شوارع. الشباب فشل الكلوي، فشل
الكوي، سرطنة الأغذية. يعني واحد يوسف ولي ده يقعد 25 سنة مجبر وهو عمال بيسرطن الأغذية لدرجة أن الأطفال بقوا ينزلوا من بطون أمهاتهم عندهم سرطان. صحيح. لا شيء يعني فوق يعني حقيقي ده فوق الشعب الوصف. ده صابر. والله العظيم أكبر واحد مذنب في الشعب المصري هيخش الجنة على صبره على هذا النظام السابق. استاذه زينب، طبعا لو قعدت استاذه زينب نتكلم ساعات مش لان انا نفسي يعني بحس ان روحي بترجع لي من الميدان. لكن عايزه ارجع ان من اهم اصدارات طبعا الشاعره الكبيره زينب ابو النجا عملاق في قلبي، سيمفونيه الوجع المقدس، صهيل، وغيرها طبعا اشياء كثيره. البعض بيطلق عليك يعني لقب شاعره التضاد، يعني شاعره الماء والدماء، العام والخاص. نعم. ازاي جت الفكره دي؟ اهو بصي، التجربة الشعرية بتختزن داخل الشاعر. يعني هي الشاعر بيعيش الحياة زيه زي أي إنسان عادي، ولكن هو مشاعره بيلتقط أكتر، مشاعره بتبقى جياشة أكتر شوية، فبيلتقط بيعيش الحياة كما هي. يعني القصيدة كائن حي يتحدث ويبكي ويتألم ويكره ويحب. فالشعر يدخل في أعماق النفس البشرية ويفتش فيها ليخرج ما بها من جواهر ثمينة، وأيضا ليخرج ما بها من سيئات، ثم يطرحها أمام أصحابها فيكون في ذلك شفاء ينجو بالمجتمعات مما يصيبها من خلل وأمراض نتيجة للضغوط والمتغيرات. أستاذة زينب، هل يعني أنا أعي في الكواليس إنك حاولتي تكتبي أو ترصدي فكرة القصص والحكايات اللي عاشتها الشاعرة الكبيرة زينب أبو النجا مع أمن الدولة، مع النظام البائد، مع حبيب العدلي والكثير من القصص؟ هل فكرتي يعني تسرديها كتابة؟ وده يمكن كان صعب من قبل، لكن مسألة تسمعي قصيدة في هذا ممكن؟ الإطار يعني صغير. اختار حاجة صغيرة يعني عشانك عشان ما تبكيش. يعني أنا كان عندي ابن ضابط شرطة، فكان هو حب يخش الكلية دي، فكان كل ما أكتب حاجة معارضة للنظام أو لحبيب العدلي. هو ضابط شرطة؟ لا، هو استقال. كان ألاقي تاني يوم ابني بيئن، لدرجة ما لف عليه حاجة كده وعمل له مجلس تأديب وبتاع، فكتبت المقطع. ده كان امتى؟ ده الكلام ده زمان، سنة 1999. فكتبت المقطع ده عنه. هو كل مزرع زرعة خضراء الغول يهدر، في التباطؤ والتواكل والتآكل والتكتل والتجني والتبالي والتوالي للتعدي، غول مجلي وجن جالي، من يهوذا فوق كابوس جاي ارتجالي، غول وطابق فوق نفوسنا، عدى عندي وعض يدي في مجالي وفوق خيالي، جالي شرخ قلبي، من معالي باشا عدى فوق ضنايا ولب قلبي اللي ما عدى الليل وهدى، من جاد حبيب بس اسماعيل جاوب خليل بكباشي لو هيقول امين نديله نجمة المساد، ترقية للي يورط ابني دي الولي، رتبوها ووضبوها وصلحوها وطبخوها، في لحظة يبقى الواد ضحية، جالي شرخ قلبي، من معالي باشا عدى فوق ضنايا ولب قلبي اللي ما عدى الليل وهدى، او حتى شاف منهم مودة، خطوة واحدة وزنزنوه، لسه الولد ريان ونادي، أول ما قال نبدأ يا هادي بالتجني ولبسوه تهمة سخيفة لون وشوشهم اللي ليها 1000 لون، راح برجله كان بس فاكر الحكاية سؤال ويمشي، بس النوايا مش سليمة، صهيون مزقزق في ودانهم ومساومهم على المبادئ، الواد ده جاي من بطن ضرة، في كل لحظة بتهاجمنا خرجوه، وبأي حيلة من جهازكم يبقى بره. هدوا حيلي هدوا حيلي وصحوا ويلي بالتجني على اللي لسه ما قال يا هادي، ابني اللي خارج من ضميري زي عود ريحان مخضر، زلزلوني وجرحوه في قلبه الاخضر، كل مزرعة زرعة خضرة حبيبي هدر، كل مزرعة زرعة خضرة الغول يهدر. جميلة أكتر من رائعة. هي رمز مش لابنك بس، لكل شباب مصر، لكل الفساد، وربما حتى للشهداء اللي احنا فقدناهم طبعا. يعني الشاعرة زينب أبو النجا كتير من المبدعين خلال الفترة السابقة للثورة، سنوات
يعني اللي قبل الثوره على طول كان عندهم محاولات ان هم يكشفوا الفساد اللي كان موجود او يحاولوا يفضحوا الواقع. كان في بعض بيمر بعد هذه التجارب، البعض الاخر ممكن بيقفوا قدامه بشكل طبعاً متعنت، جامد واكيد انت جامد. جربتي أنا هذه كنت المساله. منهم اللي بيقفوا قدامهم طبعا. بالظبط. كانوا بيجيبوا بدائل عني، بدائل. بدائل ركيكه. اه يعني العدلي ده كان متخصص يجيب بديل ركيكه عن الشاعره زينب ابو النجم. والله الى هذه الدرجه. وبعتها لي واحده يعني قالت لي هعمل ماجستير في شعرك ودخلت بيتي وبقت تدخل تكلم ضابط شرطه من اوضه نومي وتاخد المكتبه توقعها وتاخد الكتب وتمشي. ولا عملتش طلعت نصبايه وما عملتش ماجستير. الحمد لله طبعا، هو الحق بيظهر ايا كان يعني. لكن هل شايفه ان حركه الابداع من 25 يناير وخلال السنه اللي فاتت قادره تتعايش مع الحاله او المشهد في مصر، ولا في حاله ارتباك طايل الابداع زي ما هو طايل المجتمع بكل فئاته؟ طبعا هو في دلوقتي احنا في حاله ثوره، ما زلنا في حاله ثوره طبعا. وطبعا يعني روح 25 يناير في 18 يوم تغيرت تماما حتى خلال الجمعه التي تلت ذلك، لان الثوره المضاده بدات تشتغل. يعني ابتداء من ماسبيرو محمد محمود مجلس الوزراء، اعتقد ان دي دخلت فيها الفتنه ودخلت فيها عناصر من الثوره المضاده لكي يتفكك الشعب عن الجيش. الحقيقه الجيش ايوه في اخطاء تورط فيها، نعم انا معاك، لكن الجيش قام بدور في بدايه الثوره يحتسب له. هذا رصيد لابد. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني انا بسمع هتافات ضد المشير لا تليق ابدا. احنا كنا موجودين، احنا كنا موجودين وشفنا فساد هؤلاء من اكتر من 20 سنه. صح؟ حضرتك اكيد سمعتي، بس انت عشان اعلاميه طبعا مش هتقدري تتكلمي. لا كنت بتكلم، خدي بالك ان في اعلاميين كانوا في الميدان، احنا نزلنا الميدان طبعا. يعني مساله طبعاً. ما ينفعش زي ما في هنا كده. احنا من الاول خالص كان موقفنا واضح وصريح يعني. الثقافيه كانت ثوريه الحقيقه كلكم يعني، بس ما شاء الله عليكم. فاحنا سامعين عنهم من اكتر من 20 سنه وحاسين وشايفين ولامسين وبنحاول وبنحارب وبنجاهد وبنضغط. لكن هل في 20 سنه دول سمعنا حاجه عن المشير؟ ما سمعناش. ما سمعناش حاجه عن المشير في ال 20 سنه، ما سمعناش الا بعد ما هو بضغطنا دخل هؤلاء الفسده الى السجون. الاراده الشعبيه. اذا اللي طلع على المشير مفتعل لان انتقاما منه وانتقاما من الثوار. يعني هو في اخطاء تورط فيها الجيش من لا شك طبعا في الفتره الاخيره، بالذات احداث محمد محمود كانت فظيعه جدا وكانت بشعه. ربما في اداره البلاد او المسؤوليه السياسيه يعني مش الجيش كجيش، لكن هي المسؤوليه السياسيه برضه ناكد عليها. المجلس يعني بالظبط. بس انا لا اقسم المجلس العسكري عن الجيش. طبعا ما هو المجلس العسكري يعني هو الجيش، والجيش هو المجلس العسكري، لان الجيش ياخذ اوامره من هؤلاء القاده. وبعدين القاده لا يعني هي نقطه لازم نفرق ما بين فكره ممكن اختلاف البعض مع سياسه اداره البلاد بشكل سياسي حتى لو كانت المجلس العسكري منوبا عن الجيش، وفكره ان يبقى في الاختلاف ده لا يفسد الود، يعني لا يفسد الود القضيه. يعني مساله ان اختلف ده مش حاجه، مش مساله يعني معناها ان انا خلاص بعدم هؤلاء البشر. يعني احنا برضه ثقافه الاختلاف لازم تكون على جميع المستويات، تكون ما تبقاش المساله تكون مسؤوله. مش كده؟ دلوقتي مصر يعني لا ينكر احد ان مصر يعني محور طمع من اسرائيل. انا هخبي ليه واقول من جيرانها؟ من اسرائيل. النهارده انت لما تقعدي تسقطي الجيش وتسقطي المجلس العسكري وتسقطي مش عارفه ايه وتسقطي ايه وتسقطي مجلس الشعب الذي انتخب، يبقى انت بتسقطي الدوله فعلا. وشعره ما بين انك تسقطي الدوله وما بين انك عايزه بتحاربي المشير عشان اخطاء المشير او بتحاربي المجلس عشان اخطاء ارتكبها. لا، احنا الاول مصلحه مصر اولا، مصلحه العليا مصر اولا.